سلام الغزالات ديالي، كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم بصحه جيده وتكونوا بأتم الصحه والعافيه. اليوم جبت لكم فقاس بريستيج اللي كيجي رائع شكلا ومذاقا، كيجي روعه. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. فهو كما كنقول لكم، فهو فقاس هماوي كيجي رائع، حتى في المذاق كيجي روعه. وكذلك المقادير فهما في متناول الجميع. وغادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات فاحنا غادي نحتاجو 3 البيضات، كما شفتوا خديت ان بول ودرت فيه وفقست فيه البيضه الاولى، وغادي ندير الثانيه وكذلك الثالثه. غادي نزيد 3 المعالق ديال الزبده تكون مذوبه، عندي 1 الكاس ديال الزيت نباتيه، عندي كاس ديال سنيده، عندي قبيصه ديال الملحه، عندي 2 معالق ديال نيدو، عندي 2 ساشي ديال الفاني، عندي 1 خماره 7 غرام، عندي 2 معالق ديال الزنجلان والنافح مطحون، يكونوا مطحونين مزيان معوكين، فهم كيعطي واحد المذاق رائع. وغادي نخلط المكونات ديالي كاملين كما شفتوا. فانا حطيت كاع المكونات اللي غادي نحتاج، وعاد كنبدا نخلط فيهم باش ينسجموا العناصر في دقه واحده. غادي نكمل الخلط بحال هكا مزيان. كيف ما شفتوا الخلط كيفاش كيجي عقد. غادي نخلط مزيان حتى ينسجموا ليا العناصر. من بعد غادي نبقى نزيد الطحين تدريجيا. غادي نزيد الزلافه الاولى وغادي نخلط، نزيد الزلافه الثانيه، وغادي نخلط مزيان. كما شفتوا زدت 3 ديال الزلاف. غادي نخلط، والا كان خاصنا الطحين غادي نزيد. غادي نمعكها مزيان حتى ينسجموا العناصر. من بعد غادي نزيد الزلافه الرابعه ونجمع. فهي طريقه سهله، اهم حاجه كيجيكم فقاس رائع وغادي ينجح معكم بطبيعه الحال من المره الاولى.
نزيد شويه طحين. كما شفتوا في العجينه كتجي على هذا الشكل هذا، ما كتجيش قاصحه بزاف وما كتجيش رطبه بزاف. غادي نزيد واحد شويه كما شفتوا. ها هي العجينه ديالي من بعد ما عجنتها كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نقطعها على جوج، وغادي ناخذ واحد الكيس بلاستيكي اللي غادي نسرح فيه العجينه ديالي. غادي نطلق العجينه ديالي مزيان. يمكن لكم تطلقوها بيديكم، يمكن لكم تطلقوها بالدلاك لانه كتكون شويه رطبه. غادي نحتاج هنا الكركاع اللي غادي نكون نقيته مزيان. غادي نحتاج هنا واحد جوج صفار ديال جوج بياض ديال البيض، وعندي معلقه ديال نسكافي. غادي نخلطهم مزيان هكا مع الكركاع، وغادي نحطهم هكا فوق سطح العجينه ديالي. غادي نحطها على هذا الشكل هذا، نستفهم مزيان. كما شفتوا غادي نستوف هكا، ونحاول بحال نضغط عليهم شويه باش يشدوا راسهم في العجينه. غادي نكمل كما شفتوا بحال هذا الشكل هذا، نقادهم مزيان. وغادي نحتاج دابا واحد شويه ديال المشماش اللي غادي نقطعوا على هاد الشكيلات هادو هكا على هاد الطريفات بحال هكا، وغادي نحطهم هكا في البلايص اللي عندي هكا خاويين بحال هكا، نستفهم بالتساوي. يمكن لكم ديروا اللوز، يمكن لكم ديروا الزبيب، يمكن لكم ديروا اي حاجه عندكم بغيتوها، فكيبقى لكم اختيار تضيفوا اي حاجه. دابا غادي ناخذ كيما شفتوا، غادي نشد هكا الكيس بلاستيكي من الجنب، وغادي نهبطو بحال هكا بحال هكا. غادي نزيد، غادي نحيد داك الكيس بلاستيكي وغادي نلوي بحال هكا على هاد الشكل هذا. غادي نحتاج داك شويه ديال البيض والقهوه، وغادي ندهن به هكا في الجانب اللي بقى خاوي، غادي ندهنو. صافي ونلوي على هاد الشكل هذا. فهي طريقه سهله، واهم حاجه كيجيكم فقاص رائع. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. غادي ناخذ واحد الطاوه اللي غادي نحطها ندخلها الفران، غادي نحط فيها الفقاص ديالي، وغادي نحتاج هنا جوج صفار ديال البيض وواحد معلقه ديال قهوه. غادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. من بعد غادي ندهن به هكا الفقاص من الفوق. يمكن لكم ديروه بشويه ديال اللوز ايفيلي اولا اللي بغيتو. يمكن لكم دهنوه هكا تحطوه هكا من الفوق، فهو كيجي رائع، كيجي زوين بزاف.
الشكل ديالو كيجي روعه. فانا ما غادي ندير فيه هكا والو، غادي نكتفي فقط هكا الصفار، هاد الصفار ديال البيض والنسكافيه، وغادي نخطو شويه بشويه ديال، غادي ناخذ الشوكه اولا سميتو، غادي نشكل واحد الخطوط. دهنوهم مزيان باش يعطيكم داك اللون المذهب كما شفتوا. فانا خديت الشوكه وغادي ندير هاد الشكيلات بحال هكا بحال هكا. كما قلت لكم نتوما الا بغيتو ديروا شويه اللوز ايفيلي ترشوه هكا من الفوق، فهو كيعطي واحد المنظر رائع، وكذلك المذاق كيجي زوين بزاف. صافي وندخلوه ان شاء الله للفرن اللي يكون مسخن شويه لدرجه حراره متوسطه. غادي نطيبوه هكا من التحت، من بعد عاد نطلعوه من الفوق، فقط غير يشد راسو صافي ونخرجوه كما شفتوا. فانا من بعد ما طاب ياخذ هاد التحميره هذه، ما كتحمروهش بزاف، غير هكا المهم تحسوا به طاب. ما يتحمرش، غير يطيب مزيان صافي وحيدوه. وغادي ناخذ لواحد الموس وغادي نبدا نقطع على هذا الشكل هذا. نتوما يمكن لكم ديروا الشكل اللي بغيتو، قطعوه بشويه. فهنا هو ما تيتهرش، فهو كيخرج كميه كثيره، ما هو ما كيضيعش معاك هذا. غير ياخذوا شي سكين يكون قاصح، يكون ماضي، وقطعوا. كما شفتوا هذا الموس هذا قطع ليا مزيان. نتوما كما كتشوفوا هو كيقطع زوين، وحتى هذا الفقاس كيبقى صايم. خذوا غير هكا موس غير صغير من الاحسن، الموس كبير غادي يضيع لكم هذا.